هنروح دلوقتي للفنان رامي وحيد واللي بيعرض ليه حاليا فيلم مترو، وبيشاركوا في البطولة الفنانة الأردنية هيام الجباعي. ورغم الحقيقة نزول الفيلم في توقيت صعب إلا أن الفيلم قدر يحقق إيرادات معقولة جدا. فيلم مترو بينتمي لنوعية الأفلام الهادفة واللي بتناقش قضية الاغتصاب والاضطراب النفسي. من ناحية تانية هنشوف الفنان رامي وحيد السنة دي في رمضان من خلال مسلسل شط الVIP، وبيعتبر المسلسل من نوعية البطولة الشبابية الجماعية واللي بتجذب عدد كبير جدا من الجمهور. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان رامي وحيد واللي هيكلمنا أكتر عن ردود أفعال الجمهور اتجاه فيلمه الجديد مترو. انا مش قادر اتابع قوي. انا نزلت مره واحده سينما كوزموس، اتفرجت مع الناس، رد الفعل الحمد لله كان كويس. اتمنى انه الفيلم ياخد وقته في السينما بشكل كويس. يعني كل حاجه فيها ايجابيات وسلبيات. ممكن يبقى ليا وجهه نظر مختلفه شويه، ممكن الناس تعجبهم، ممكن العكس انا احب فيلم قوي الناس ما تحبوش. الفيلم جايب ايرادات كويسه، انا ده سامعه من شركه الانتاج. احنا عشان بحضر حاجه جديده فمش قادر اتابع قوي اللي بيحصل. انا طول الوقت كل افلامي لازم بتابع، بس ده بالذات مش يعني مفيش وقت. ما نزلتش بقول لك غير مره واحده بس ومش متابع، يعني حتى بالتليفون مش عارف اعمل ده. هقول لك على حاجه، انا لو هتقولي لي تجربه العمر بالنسبه لي هو حلم العمر، يعني عشان بس اللي هو المستوى اللي الواحد صعب قوي يقول انه قدر يحقق مستوى زي ده. كل كرو كان متكامل وقوي، واكيد فكره اول مره لكل الناس، اول مره اخراج، اول مره بطوله، اول مره مدير تصوير، اول مره تاليف، دي تجربه جديده وظريفه، بس فيها روح الاول مره، ما فيهاش روح الخبره، ما فيهاش وائل احسان، ما فيهاش رؤوف عبد العزيز، ما فيهاش نادر صلاح الدين، ما فيهاش راجح داوود مزيكا، ما فيهاش محمد السبكي الخبره الكبيره دي، وما فيهاش الدعايه الرهيبه اللي اتعملت لحلم العمر، وما فيهاش الفيلم اللي عاش مع الناس، وما فيهاش حماده هلال، وما فيهاش هالة صدقي، وما فيهاش توفيق عبد الحميد، وكل النجوم اللي كانوا موجودين في الفيلم، ودينا فؤاد، وكل الناس اللي عملت مجهود كبير في الفيلم ده. والله ما اعرفش، نسال فيها الاستاذ احمد بدير. انا طبعا يعني انا كنت اتشرف ان الاستاذ احمد بدير يكون موجود على الافيش، هو الاستاذ علاء مرسي والاستاذ سامي مغاوري، ودي طبعا ده اقل حاجه احنا بنتمسح في اي حد اسم يعني، بس دي كانت وجهه نظر الانتاج. يعني انا ما اقدرش اتكلم في افيش وما اقدرش اتكلم في اسمي في التتر عامل ازاي. انا بحارب انه ما ينزلش في رمضان الاستاذ عادل امام والاستاذ محمود عبد العزيز وكل النجوم الشباب الصغيرين والكبار وكل الممثلين التقال قوي بيعملوا افلام مسلسلات مهمه جدا في رمضان ومواضيع تقيله. اول بطوله ليا صعب قوي ادخل فيها في وسط الزحمه دي، وكمان في كاس العالم، في اول 14 يوم كاس العالم اللي هو الفينال، يعني في الاخر مش مثلا في الاول لسه الناس بتسخن، لا اللي هو كل الماتشات التقيله يعني. نفسي انه ينزل قبل او بعد رمضان لان الناس تعرف تتفرج عليه كويس، لانه مسلسل دمه خفيف وبسيط وبيقول يعني خليك ايجابي، خلي عندك هدف في حياتك، حس بالناس اكتر. دول الثلاث رسائل المهمه اللي احنا بنناقشهم في المسلسل بشكل بسيط جدا. رومانس، كوميدي، دراما، اكشن. مسلسل مدته صغيره 25 دقيقه ولكن مكثفه جدا، فيها ضحك كبير وفيها رومانس فعلا، وفيها سسبنس ودراما، وفي جرافيك وفي كرتون وفي حاجات كده جوه الموضوع، وفي غنى وفي مزيكا حلوه. يعني الحلقات اللي انا شفتها تقريبا شفت جزء كبير من الحلقات يعني. الحمد لله اتعمل فيها مجهود كويس جدا، وتصورها بكاميرا مهمه، كاميرا يعني الريزولوشن بتاعها قوي، كاميرا الالكسا بتصور بيها افلام سينما. تأليف عمرو فهمي واخراج اشرف عبد المعطي، ومعايا رندا البحيري، عمرو عبد العزيز، نهى اسماعيل، دينا ابو السعود، رانيا الملاح، الاستاذ عبد الله مشرف، والاستاذ محمد الصاوي.